فايدتها برضو والناس اللي اكيد طبعا بتحبها وجربتها، وفي برضه ناس كتير ما بتاكلهاش، يعني في ناس ما بتحبش القرقشه بتاعتها لان هي فيها سنه قرقشه كده عامله زي البسكويت، وهي بتتاكل تحس ان هي ناعمه شويه، وفي نفس الوقت فيها ايه قرقشه كده في السنان شويه، فده اللي ناس بتحبه وناس لا. سندوتش يعني مثلا انا عندي ببدا من 40 50 60، لان الكيلو منها طبعا غالي، فانا ببيع الكيلو على بعضه ب 750 جنيه مشكل زي ما بيجي لي. ممكن يجي معاه كبده وكلاوي وصنم مثلا، وممكن يجي كبده وقلب فقط، ما يجيش معاه اي اضافات تاني. انما صعب ان انا اجيب كبده يعني كبده من غير اي حاجه تانيه. قول لي بقى، هل ليك البيت تعرف تعمل الكبده الجملي في البيت ولا لا؟ هو اكيد طبعا مش هتلاقي كله ما بيعرف يعملها وكله لا، فاكيد طبعا في اللي هتعمل اكيد. بس قليل اللي بيشتريها. لا بالعكس والله، انا ساعات بروح عند الجزار. لا انا فاهم ده اكيد، بس انا ساعات وانا بشتريها الاقي مثلا ستات كتير بتجيبها، اللي بيجيب نص كيلو واللي بيجيب كيلو، والجزار بيقطعها لها وهي بقى بتسويها، فطبعا برضه حسب شطارتها هي. يعني سندوتش زي كده ب 15 و20، البقري نفس الكلام بس طبعا بالميزان بقى، الرغيف الجملي ب 40 جنيه 50 جرام. رغيف الجملي ب 40 جنيه 50 جرام. طبعا حسب ما الميزان بيزيد طبعا السعر بيزيد برضه. بخلي الجملي بتبقى جاهزه زي كده، ببقى مقطعها زي كده ومجهزها. الكبده الجملي دي الكبده الجملي. لها طريقه معينه؟ طبعا لها صينيه لوحديها بعيد عن اي حاجه خالص، بعملها بالطلب، يعني لو طلب مني سندوتش واحد بوزن 50 جرام وبعمل سندوتش. ما ينفعش اسوي بالزياده لان الجملي، لا دي لوحديها ودي لوحديها، لان الجملي ليها الطريقه زي ما فهمت حضرتك، اللي بيحب ياكلها بفلفل بس، اللي بيحب ياكلها مثلا عليه محبشه كل حاجه، في ناس بتحب ياكلها بطماطم بس، في ناس تقول لي انا باكلها ساده من غير اي حاجه خالص. مش اي حد يحب، وكمان الطريقه نفسها، ما في ناس ممكن تحب الكبده بس ما تحبش عليها بصل، ما تحبش عليها فلفل، في ناس بتحط الحاجات دي، وناس بتحط شطه بطريقه يعني زياده عن اللزوم. انا بالنسبه لي انا اللي يحب الشطه ازود له اضافه عن ان انا الشغل اللي انا عامله، يعني سندوتش زي كده حتى لو في نسبه شطه تبقى بسيطه، ما بزودش زياده. بتحب الشطه بقى، تقول لك انا عايزها مش شطه. في اكيد طبعا. فده عندي شطه حمراء بضيفها، عندي في ناس بتحب تاكل فلفل حراق من غير شطه حمراء، يعني في ناس تحب الشطه بطريقه معينه، يعني الشطه الحمراء دي مش اي حد ياكلها برضه. الناس تقدر تفرق ازاي ما بين الكبده الجملي وما بين اي كبده تاني حد يقدمها لك يقول لا دي كبده جملي، يعرف يفرق ما بينهم ازاي؟ اللي مش هيعرف الفرق اللي ما يعرفش الكبده الجملي، يعني اللي ما يعرفش الكبده الجملي هو اللي ما يقدرش يعرف الفرق بالظبط كده، او اللي مش عارفها بمعنى اصح. ما هو برضه ممكن يبقى كبده جملي بس ما عليهاش اضافات زياده، برضه ما يقدرش يميزها لو هو مش عارفها ولا عنده خلفيه عنها طبعا. لازم تتاكل سخنه. طبعا وهي معموله اول ما تتعمل. الكبده الجملي لازم تتاكل ساعتها. طبعا، ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا ما ينفعش اسوي بزياده، لو طلب مني رغيف واحد بعمل على قد رغيف بس، ما ينفعش اعمل بزياده. ليه؟ لان لو قعدت هتنشف. اكيد طبعا اكيد طبعا، ولو نشفت وجلدت مش هيبقى لها نفس الطعم، مش هتبقى نفس الطعم زي ما هتبقى لسه طالعه طبعا مستويه. سندوتش الكبده الجملي بكام من سندوتشات الكبده البلدي؟ الفرق كام يعني ما بين الاثنين؟ لو هنقول مثلا تساوي كام سندوتش قصادها؟ لا يعني مثلا السندوتش الجملي ممكن يعمل هو سندوتش 50 جرام يا دوبك، سندوتش كويس يعني، يبقى رغيف زي كده.